كان الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يلقي خطابا في البرلمان فندد بجرائم جوزيف ستالين المروعة. وبعد أن فرغ من الكلام وردته رسالة مغفلة التوقيع على قصاصة ورق يسأل كاتبها: سيدي، لماذا لم تقل هذا الكلام أمام ستالين وقد كنت من كبار رجالاته؟ ابتسم خروتشوف وقرأ الرسالة على الحاضرين، ثم طلب من صاحبها أن يقف ليرد عليه. ساد الصمت المكان ولم يقف أحد، فضحك خروتشوف وقال: اعلم يا صاح أننا في الهواء سواء، فكما أنت تخشاني اليوم كنت أنا أخشى ستالين. إلى العناوين. ترامب بكل بساطة يقلد العرب في عنصريتهم، لبنان وسوريا نموذجا. خطيب الجامع الأموي بدمشق: لولا الأسد لما بقيت أمة إسلامية. السيسي في الإعلام المصري: ملك أفريقيا وإمبراطور ومرسل من الله. لواء الكفتة يعرض جهازه للبيع بنحو 300 مليار دولار، فمن يشتري؟ بين الحشد الشعبي وتنظيم الدولة: مشاوي وإرهاب بسمنة وآخر بزيت. مرحبا. كان يا مكان في بلدين جارين، الأول اسمه سوريا والثاني اسمه لبنان. الأول احتل الثاني بعد حربه الأهلية، هيك كانوا يقولوا أركان الجمهورية. لكن الزمن تحول ودخل الثاني على الأول بحجة حماية مرقد سيطر على نص البلد. حزب الله اللبناني بالإشراف الإيراني عبر الحدود الفلتاني واحتل رنكوس والزبداني والقصير والقلموني وحمص والسيدة زينب، وما ترك ريف دمشق يعتب، وكمل على إدلب وحلب. وكل ما كانت الميليشيات تفوت كان السوري يهجر البيوت، وما في قدامه إلا بيروت. طولت بسوريا الحرب وصار بلبنان مع شعبه الشعب، ومن كم يوم طلعت صرخة عنصرية احتجاجا على المنافسة السورية بالأسواق التجارية، والهتاف بيقول: ما بدهم شعب بلبنان إلا الشعب اللبناني. من حقكم أن تطالبوا حكومتكم بتنظيم الوجود السوري في لبنان على أكمل وجه، لكن هذه الهتافات العنصرية بماذا تفيدكم؟ اللبنانيون خارج لبنان يشكلون أضعاف اللبنانيين داخل البلاد. ثم إن السوريين يا جماعة فتحوا لكم بيوتهم وقلوبهم عندما لجأتم إليهم في تموز 2006. إلى متى سيبقون عندكم؟ إلى أن تخرجوا من عندهم بكل بساطة. خليه يسحب غنماته من عندي. لا تكون مفكر اني فرحان بوجودي عندك، لا، عم بنتظر حتى يطلع الزرع لرجع غنماتي على ارضي. خلاص استحملوا شوي. مختار يستر على حريماتك. خليني ساكت. من سنين قلت نفس الكلام على اخي ابو اسراء، ولهلا غنماته بارضي. ابو اسراء وضعه غير. ابو اسراء في جراد بارضه. على سيرة الجراد يا مختار، اسأل لي ابو لبنى لما هجم الجراد بتموز على ارضه وين كانوا غنماته؟ كانوا بارضك، بس ضلوا شهر مش سنين. قوم اصحاب غنماتك من ارضه، خلي غنماته تعيش. ماشي يا مختار، قل له هو بده يبدا بسحب بقرات ومن ارضي، لانه غنماتي بخافوا من البقرات. أجهزة الاستشعار الطائفي تلتقط على السريع الأحداث بمعادلة مذهبية. الاعتصام في الضاحية الجنوبية يعني الشيعة يرفضون نزوح السوريين لأنهم سنة. لا حبيبي، ففي مدينة طرابلس أيضا سجل ظهور دعوات عنصرية مماثلة، لكن بالطبع تقابلها دعوات متسامحة من كل المناطق اللبنانية. بكل الأحوال البرلمان اللبناني ليس متفرغا لمعالجة مثل هذه الأمور، فقد كان هذا الأسبوع على موعد مع إقرار اقتراح هام للغاية يتوقف عليه مصير البلاد. على أن الجلسة الاستثنائية حملت معها مقترح قانون مر مرور الكرام.
هو مقدم من النائب أنطوان زهرة يقضي برفع مخصصات النواب. وحينما سئل أعضاء المجلس عن ملاحظات أو اعتراض كان رد الفعل: بتصور في شريحة عريضة جدا من الشعب اللبناني بطلت تريدنا كلنا سوا، ولو في محاسبة حقيقية لوجود لوليد جنبلاط أو سعد الحريري أو غيرهم. إلى مصر أيضا وصلت شرارة العنصرية ضد السوريين، لكن الإعلام المصري للأمانة تعامل مع المسألة بأخوة وبمسؤولية. حد كلمني من أكتوبر قال لي في خناقة ما بين المصريين والسوريين في 6 أكتوبر. الحقيقة الموضوع ترك أثر نفسي سيء لدى أشقائنا السوريين. وعايز أقول لكم حاجة، السوريين ما لهمش حس في أكتوبر، السوريين من أعظم الناس، السوريين من أروع الناس، يعني من أجمل الجاليات، وبيقبلوا بأي حاجة وبيقبلوا بأي رزق حلال قليل. هل تذكرون صورة التقطت في سبتمبر 2015 أقامت الدنيا ولم تقعدها؟ إنها المجرية بيترا لازلو عندما ركلت أحد السوريين العابرين حدود المجر بهجرة غير قانونية وأوقعته مع ابنه أرضا، فأصيبت النخوة العربية يومها بالتهابات حادة. كيف لمرأة أجنبية أن تركل إخواننا السوريين ومن خلف؟ لكن الله يسامحهم، السوريين أحرجوا العرب، يعبرون البحار والحدود للذهاب إلى أوروبا وأمريكا، والدول العربية موجودة. تعالوا إلى إخوانكم في الخليج، أم إنكم لا تطيقون الطقس الحار؟ ربما تعيدون الآن النظر بعد تطبيق المطارات الأمريكية قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع رعايا 7 جنسيات عربية وإسلامية أنتم بينها من دخول الولايات المتحدة. الملاحظ أن 4 من الدول ال7 المشمولة بالقرار محسوبة كليا أو جزئيا على محور الممانعة: إيران، العراق، سوريا واليمن. وقد علق أحدهم بأن لا يفرح الآخرون، فلربما يكون برنامج ترامب بشأنهم محاولة منعهم من دخول بلادهم وليس أمريكا. عندما يتظاهر السوريون على طريقتهم في المطارات الأمريكية يستعيرون بعضا من ألحان الثورة وتحضر الدربكة. قرارات ترامب على قبحها لكنها أظهرت المزيد من الوجوه الناصعة في الغرب، وستعلق في أذهاننا صور القضاة الرافضين للقرار ووزيرة العدل بالإنابة التي أقيلت بسبب تضامنها مع قيم أمريكا ومع المسلمين، وأيضا حاكم ولاية نيويورك عندما وجه رسالته الشهيرة لترامب. And if there is a move to deport immigrants, I say then start with me. Because I am the son of Mario Cuomo, the son of Andrea Cuomo, a poor Italian immigrant who came to this country without a job, without money, without resources, and he was here only for the promise of America. اعتصام مع رفع الأذان أمام كنيسة في بوسطن تضامنا مع المسلمين، عسى أن نتعلم منهم القفز فوق اختلافاتنا الثقافية والتضامن مع شعوبنا على أسس إنسانية وليس على الهوية. يا جماعة، في مجال رئيس وزراء كندا جوستين ترودو يقود الأمة العربية في هذه المرحلة؟ كل الدول العربية استنكرت القرار العنصري لترامب إلا ترودو، فقد كتب على حسابه في تويتر: إلى أولئك الفارين من الاضطهاد، الإرهاب والحرب، الكنديون سيرحبون بكم بصرف النظر عن عقيدتكم، التنوع هو مصدر قوتنا. يعني بدون مجاملة، أنت الآن تفضل أن يحكمك جوستين ترودو أم أبو عزرائيل مثلا أم شاكر وهيب؟ النائب ظافر العاني دعا القوى العراقية قبل انتقاد عنصرية القرار إلى مراجعة ما فعله ويفعله العراقيون بإخوانهم العراقيين.
مواطنيك إذا أنت كنت تحترمهم ببلدك. طيب أنت ما خليتهم يدخلون من جسر بزيابز إلى بغداد المهجرين من تنظيم داعش الإرهابي. صرنا 3 أيام بالجامعة قاعدين وقلت لكم بساطة أبو أهلي هنا ما تقبلون، هاي نفوسنا بغداد ما تقبلون، يعني وين أروح؟ على قاعدة اقتلوني واقتلوا زهير، طالب القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي المحب كريم النوري بأن يشمل قرار ترامب دولا عربية أخرى سماها وأضاف إليها ليبيا رغم شمولها بالقرار. أما أن نشمل وتستثنى السعودية ويعني تونس وليبيا والجزائر هذا أمر غريب. هناك مثل شعبي يقول مات محمد وأمته بقيت، فماذا يقول خطيب الجامع الأموي في دمشق مأمون رحمة عن مصير الأمة الإسلامية إذا غاب بشار الأسد؟ هذا القائد الذي لو ترك منذ بداية اللحظة لما بقيت أمة عربية ولا إسلامية، لكنه أبى أن يترك وطنه. قال هنا بيتي، هنا أرضي، هنا نشأت، هنا تربيت، هنا أموت. لك شو عم تحكي ولك ارض؟ كلمة المعلم مات أبد يسمع. وكأن المشهد قطعة من زمن عظماء التاريخ الغابر. سيدة فقيرة في أسوان تخترق الطوق الأمني المحكم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لترفع إليه شكواها، وعندما تحضر بين يديه تخر باكية من عظمة الموقف، فتخرج المياه الرئاسية من الثلاجة إلى الضوء من جديد. اشربي مي. انبهدلت يا رجل. قالوا لي حيضربوك بالنار، قلت لهم لا السيسي مش بضرب الشعب برتاح. وفي بادرة منه لتشجيع السياحة في مصر ظهر الرئيس والسيدة عقيلته على متن عربة الحنطور يتنزهان في كورنيش أسوان. اركب الحنطور واتحنطر واركب الحنطور واتحنطر. الولد حيتشد من قفاه، هكذا علقت الإعلامية غادة الشريف على الشاب الذي تحمس في مؤتمر أسوان وشكى للرئيس السيسي سوء الخدمات الحكومية ونفاقها. مش إلزامي إن المحليات ما تشتغلش والتجميل والنظافة ما تشتغلش إلا لما يكون في زيارة لسيادة الرئيس، وإحنا نبقى صرف قيمة كله في المية اللي بنشربها. هقولها وإن شاء الله تفصل من شغلي يتعمل، اعملوا فيها اللي أنتوا عايزينه. ده هيحصل له حاجة؟ هيتشد من قفاه طبعا. لا هيتشد من قفاه، مش هو قصد. خد سك الأمان تماما، عارفة لو أيوة يعني. بس هناك ملكيين أكثر من الملك. لقب ملك ملوك أفريقيا ينتقل بسلاسة من الراحل القذافي إلى الرئيس السيسي. أعلن عن ذلك النائب المصري اللواء صلاح عفيفي. احنا الدنيا كلها مهيئة نعم أن يكون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو زعيم أفريقيا كلها. السيسي إمبراطور ومصر أصبحت إمبراطورية في عهد السيسي. التوقيع أحمد آدم. ولسه اللي جاي اقسم برب العزه مصر دي هتبقى امبراطوريه، ده ان لم تكن بقت امبراطوريه. اصل الامبراطوريه ايه من وجهه نظرك غير ان كل اللي حواليك ما بيتحركش حركه غير لما يضرب لك تليفون، واخرها رئيس الولايات المتحده الامريكيه. هل تصدر تفاؤلا كاذبا واملا خادعا؟ تفاؤل حتى لو كان كذاب، حتى لو كان كذاب يا اخي داري عليا يا اخي. السيسي ليس ملكا وليس امبراطورا، بل هو مرسل من عند الله، هو ودونالد ترامب بحسب أستاذ الفلسفة مراد وهبة. يعني الدكتور مراد وهبة كما أرسل الله السيسي لمصر في 30 يونيو لوقف التغول الجماعات الإخوان المسلمين الإرهابية، أرسل الله ترامب لأمريكا لوقف هذا المخطط. أيوه كنا هنقع في كارثة لو جت كلينتون. لا مش كارثة خاصة بمصر، يعني عالمية بالحضارة. أيوه يعني أنا أقدر أقول لك وبدون مبالغة، عشان كده ترامب متحمس للرئيس السيسي. الرئيس السيسي أنقذ الحضارة. لا نستطيع أن نكمل في هذه التقارير. شوفي بعد المرسل من عند الله، مع الترجيح بأن الرئيس السيسي لا يرضى بهذا الكلام يا جماعة وبهذه المبالغات. خلونا على المستوى البشري. اللواء كفتة
أقسم على الله أنه هيجيب أمريكا تتعالج من الإيدز في مصر، ثم غير رأيه وطرح آلة الكفتة للبيع بسعر جدا معقول، حوالي 300 مليار دولار. لقطة. يلي بيحب الكفتة والله عاطيه يعطي عبد العاطي، وبيطلع له هدية مع كل جهاز كفتة دزينتين شيش. الدنيا كلها عارفة جهاز الكفتة، أمريكا بس مسميها برجر. على فكرة الدجال أو المشعوذ اللي قاعد قدامك ده زي ما بيقولوا معاه شهادة 6 أفراد في الكرة الأرضية واخدينها فقط. زكي يا زكي يا زكي زكي يا زكي. والله لو تعرضت عليا نوبل ما تلزمني، أنا ممكن أبيع الجهاز وأبيع الفكر ده بسهولة لدولة أقيدها تسدد ديون مصر كاملة واديها هذا الفكر. أقسم بالله لا أجيب أمريكا تتعالج من الإيدز في مصر. من قال إن الإعلامي لا يمكنه أن يشمت على الشاشة بدول وأن يعلن من داخل الاستوديو أنه يضع يده بيد أكبر دولة في العالم؟ الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا، ونحن مع الولايات المتحدة الأمريكية في تحذير رعاياها ورعايا العالم كله من السفر إلى تركيا. بها سم قاتل. أول مرة أحط إيدي في إيد أمريكا وأقول لهم حذروا رعاياكم وإحنا رعايانا، وأي حد خسارة دولار في أردوغان. حالة واحدة وحيدة استطاعت لجنة التحقيقات الحكومية في جرائم الجيش العراقي والحشد الشعبي بحق المدنيين توثيقها حتى الآن، ومن لا يصدق فليسمع. عثرت على أثر واحد، واللي هو قتل 17 من المدنيين من قبل أحد عناصر المنتمي إلى الحشد الشعبي من قوات بدر. الحالات الأخرى اللجنة تقول لم يحصلوا على أدلة واضحة. أستاذ حيدر، هذا أبو آلاء الولائي أمين عام كتائب سيد الشهداء بالحشد يعترف أمام الكاميرا في جلسة صفا وصحوة ضمير بوجود متطرفين ضمن ميليشياته. النازحين هم قسم منهم بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أشعر أكو ناس مظلومية كثير، وذولا وقعوا بين نارين، بين نيران الدواعش ولا وجود قسم من الجماعة هنا عندي أنا من إخواننا متطرفين، ذولا وقعوا بين نارين، بين نيران الدواعش والضغط عليهم وبين نيران القوات المحررة لهم. إرهاب بسمنة وإرهاب بزيت، مشاوي حرام ومشاوي حلال، دبابة تسحل بعنف ودبابة تسحل بحنان. اكتشف الفوارق بين الحشد الشعبي وتنظيم الدولة. فلجأت إلى الصبية والأطفال لغسل أدمغتهم وتخديرهم وتصوير جهنم بما اقترفته من جرائم ضد أناس أبرياء. أم هنادي على رأس مجموعتها القتالية الخاصة في الحشد الشعبي تشرف بنفسها على ترحيل العائلات المتهمة بانتماء أبنائها لتنظيم الدولة. عسكري عن عسكري يختلف. السفير الإيراني الجديد للعراق إرج مسجدي هو ضابط عسكري حاليا. اقتراح تعيينه أعاد إلى الذاكرة اعتراض العديد من الأحزاب الدينية الحاكمة على كون السفير السعودي السابق ثامر السبهان ضابطا سابقا. كذلك الآن السفير القادم ما زال عسكري. لا، وشو المشكلة الآن؟ أنت الآن المشكلة السفير السعودي قامت الدنيا لأنه كان عسكري. لا، ما لنا علاقة، كان أداء عفوا. لا عفوا. السبهان كان ليس بعنوان عسكري، كان يمارس دور طائفي. طائفي؟
يعني كان يتعاطى العمل الدبلوماسي بمنطلقات طائفية؟ يعني كما تفعل إيران في العراق بحسب اتهامها من قبل زميلك في الحشد الشعبي زعيم ميليشيا العصائب الشيخ قيس الخزعلي؟ اعتبارات لهم يعتبرون أن الأغلبية اللي موجودة هي أغلبية شيعية تنسجم معهم أيا كانت اعتباراتهم. الأحزاب الدينية الشيعية الحاكمة في العراق تتنازل عن بعض الكتب المقدسة ولا تتنازل عن رئاسة الوزراء، والكلام للقيادي في التيار الصدري النائب عقيل عبد الحسين. الذهنية السياسية الشيعية في محافظات الجنوب تعتقد بأن السيد السيستاني أدامه الله يرضى عن التحالفات الشيعية الموجودة ولذلك تنتخبه. متسعدين نتنازل عن أكثر الكتب المقدسة وما نتنازل عن رئاسة الوزراء. شنو هاي الفوبيا اللي جبتوا لنا اياها؟ لازم رئيس الوزراء شيعي، منين جبتوها؟ وتمسكوا لازم هذا سني وهذا غيره، هسه تقول لي هذا التمثيل، نعم هذا تحترمه، بس لا تصنمونا، واللي يجي ما يكون هو الراعي الرسمي ما خصك من امير المؤمنين. نور المالكي يستولي على القصر الجمهوري العراقي بحسب النائب مثال الألوسي الذي طالب بطرده من القصر بالقوة. تباوع على أمريكا وتاخذ لها السلام. رئيس القديم سلم البيت الأبيض تداول سلم بساعة واحدة قبل ما يستلم الثاني، وركبوا الله ومحمد وعلي وراح القصر الجمهوري. منو قاعد بيه هسه؟ منو قاعد بيه؟ خلي يقول السيد المالكي وين قاعد؟ انا ما ادري وين الاستاذ ابو اسراء العزيز قاعد بالقصر الجمهوري؟ اعتقد الاستاذ ابو اسراء قاعد بالقصر الجمهوري. ليش خويا؟ ليش؟ ما ادري. هسه يقول جده كان ملك بالنظام الملكي، ما يقبل يطلع يعني؟ اكيد ما قابل يطلع، اكيد ما قابل يطلع، ولذلك ادعو الحكومه يطلعوه بالقوه. كم يسرق من وقتك هاتفك الجوال؟ وأين يجول بك؟ وهل ستكمل معه بقية العمر؟ مو أقل عن 5 أو 6 ساعات باليوم. لا ضرورة، بلاش كماليات. بستعمله بس اتصالات وبحكي مع رفقاتي يعني بس مشان نشوفهم وهيك بس. أخبار، يعني أشوف أخبار، أتفرج على أحداث. هو أكيد الواحد بيستعمله في التواصل الاجتماعي كواتساب والفيسبوك. وحاجات بقى كده يعني ثقافية عن البيبي، عن الأكل، حاجات كده يعني. كم ساعة ما بنستعمله يعني طول ساعتين ما بنستعمله، 3 ساعات ما بنستعمله، الكل دايما بيستعمل الانترنت. بتواصل مع أهلي في فلسطين. الأجازات بطلع فمش بستخدمه في الطلعات. كل وقتي على الموبايل تقريبا. أنا ما عندي بس الاتصال والاستقبال فقط لا غير، ومريح نفسي من كل الأمور هذه. ختاما، ألسنا نحن أحفاد من كانوا يقرون الضيف في الجاهلية ويعظمون إغاثة الملهوف في الإسلام؟ كيف تحولنا إلى غثاء سيل؟ كيف كنا ملجأ للخائفين وأصبحنا مصدرا للرعب؟ تتباهى جيوشنا وعصاباتنا بترويع النساء والأطفال في منقصة لم يرضى أبو جهل أن يسجلها على نفسه. فعندما خطط لاغتيال سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، سأله بعض شبيحة قريش: يا أبا الحكم، لماذا لا تدخل بيت محمد وتقتله؟ فرد أبو جهل: أتتحدث العرب أني أروع بنات محمد؟ إلى اللقاء. سوا ربينا، سوا مشينا، سوا قضينا ليالينا. معقول الفراق يمحي أسامينا؟